الدواء المرعب اللي مصر كلها بتخاف تستخدمه. الفينسترايد هو الحاجة الوحيدة اللي بتمنع تحويل التستوستيرون أو هرمون الذكورة لداي هيدروتستوستيرون اللي بيوقع الشعر، فهو أقرب حاجة لعلاج الصلع الوراثي. الفينسترايد هو الحاجة الوحيدة اللي بتديك استقرار فترات طويلة جدا. للأسف مشكلة الفينسترايد بتكمن في إن هو كتر استخدامه على المدى الطويل وجرعات عالية بيبدأ يعمل لك مشاكل جنسية ولكن ضعيفة الحدوث. ما تخافش، الفينسترايد فيه حاجات فيه مفرحة جدا. أولها إن هو بيشتغل على الشورت تايم، يعني هو بيشتغل في جسمك خلال فترات قصيرة جدا، يعني لو حسيت منه باي خطر بتوقفه، بتلاقي نفسك خلال 5 ايام زي الفل، بيطلع من جسمك تماما خلال 5 ايام. الحاجه المفرحه الثانيه ان الجرعه اللي انت بتاخدها بتطلع من جسمك نصها بيكون طالع تماما في خلال 5 ل 6 ساعات. فينسترايد لما بتستخدمه بشكل كويس ومنتظم مع المينوكسيديل بيبدا يديك نتائج عاليه جدا وكويسه جدا والفترات طويله جدا، لان البيك بتاعه بيديك استقرار فترات طويله، ما بيبانش في الاول، بيبدا يبان معاك من اول 4 ل 6 شهور. لو انت هتقارن الفينسترايد مع المينوكسيديل فالفينسترايد اقوى. سيبوا لنا اسئلتكم في الكومنتات وهنرد عليكم.